السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بأفضل حال ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما وعدناكم في هذه القناة إن شاء الله غادي نجيبوا لكم أفكار ديال المشاريع اللي براس مال صغير. كاين بزاف ديال الشباب باغيين يبداو مشاريع لكن عندهم راس مال صغير، وحنا في هذه القناة بإذن الله غادي نعاونوا الشباب باش إن شاء الله كل شيء يكون خدام وكل شيء يكون عنده مشروع خاص ديالو. واللي بغى يسولنا على شي حاجه يخليها لنا في التعليق ولا يصيفط لنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كنخليوهم لكم في صندوق الوصف. بلا ما نطول عليكم وندخل لكم في المشروع ديال اليوم. بزاف ديال الشباب عنده بيكالا ولا عنده موتور، وكاين شباب عندهم موتور لكن ما كيستافدش منه، بالعكس هو اللي كيضيع ليسانس وكيضل طالع هابط بالموتور. لكن باذن الله اليوم جبت لكم المشروع اللي غادي تستافد به الى عندك موتور ولا الى عندك حتى بيكالا. وهذا المشروع مشروع مربح ومجرب، وإلا درت الكليان راك غادي تبقى تدخل واحد المبالغ اللي مزيانه في النهار. وهذا المشروع فيه ارباح محترمه، يعني تقدر تدخل حتى 200 درهم ديالك في النهار الا كنت تعرف تخدم. يقدر تخدم غير في الصباح وغادي تجيب نهارك، يقدر تزيد معاه شي عمل اضافي، مهم غادي يشد لك بزاف ديال الوقت. والمشروع هو توزيع الاكياس البلاستيكيه بالدارجه ديالنا الميكا. المهم غادي نعطيكم كاع لي ديتاي على هذا المشروع، واش خصك دير باش تربح، واش هي الاستراتيجيه اللي خاصك تتبع باش تنجح في هذا المشروع وتبقى تجيب نهارك. اول حاجه اخوتي غادي تدبروا على المكان اللي كيتباعوا فيه دوك الاكياس البلاستيكيه بالجمله. المهم في اي مدينه كاين واحد المكان مخصص لبيع الاكياس البلاستيكيه، المهم غادي تشريوهم نتوما بالجمله. المهم شحال ما شريت من كيلو غادي تجيبها للدار وخاصك تدبر ميزان يقدر تسلفو، وإلا كان عندك الفلوس تشريه. مهم الميزان سهل حاله، يقدر تقصد غير شي واحد عنده ميزان وراه غادي يوزن لك. غادي تشدو دوك الاكياس البلاستيكيه وغادي توزن كيلو بوحدها ونص كيلو بوحدها، وتقدر دير حتى 4 كيلو. غادي تقبضهم وتوزنهم، دير كيلو نص كيلو و4 كيلو، يعني دير بزاف، يعني ماشي دير غير كيلو، دير كيلويات وتفرقهم. وغادي تدبر شي محفظه، مهم ساكادو ولا مهم محفظه اللي تكون كبيره شويه باش ما تعذبكش في الخدمه وتهز كاع داك المقدار اللي راك باغي تفرق. وعلى من غادي توزعوها اخوتي؟ كاين بزاف لمن توزعوها، كاين صحاب الباتيسريات، كاين الخضاره، كاين صحاب المحلات ديال المواد الغذائيه، كاين المحلبات. المهم راه كلشي اليوم كيخدم بالميكا، ما كانش شي محل ما كيخدمش بالميكا، والميكا كتسربى فيه السع. واصحاب المحلات راه كل صباح كيكونوا محتاجين للاكياس البلاستيكيه. المهم انت غادي تبقى تفوت على اصحاب المحلات، باتيسري، قزار، اصحاب الخضره، المهم هادو تبقى تفوت عليهم. واش خصك؟ راه يقدر مول المحل يكون عنده الاكياس ويبغي يزيد من عندك، راه اصحاب المحلات ما يقدرش يقعد بلا اكياس لحقاش راه كيجيو عنده الكليان، وإلا ما لقاوش الاكياس راه مشكله. المهم انت غادي تبقى تمشي عند اصحاب المحلات، واللي نوصيكم عليها اخوتي الا مشيتو عند شي مول المحل الا لقيتو عنده الكليان ما تدخلش عنده هكا يكونوا معاه الكليان وتدخل تقول له راه واش خصك الميكا، واش خصك الكيس البلاستيكي. خليه حتى يخرجوا الكليان وسير عنده صافي. راه الا كان محتاج راه غادي يشد منك، وراه اخوتي راه اغلبيه غادي يقبضوا من عندكم لحقاش راهم كيحتاجوا بزاف للاكياس. وكما قلت لكم اخوتي يقدر تليفري بيكالا، يقدر تليفري بموتور اللي عندك. المهم هو تكون المصداقيه ويكون الهضره الزينه، الانسان يهضر مزيان مع اصحاب المحلات اللي غادي تمشي توزع عندهم. اذا كان عندك الاسلوب ديال الاقناع في الهضره راه غادي يدي من عندك النمره، وكل ما غادي يحتاج غادي يبقى يقول لك جيب لي ولا يقول لك فوت عندي كل الصباح. وبالنسبه للارباح اخوتي يقدر تربح حتى 4 دراهم في الكيلو ولا 3 دراهم ونص، راه مبلغ اللي محترم اخوتي. وبواحد راس المال اللي صغير اللي عنده 1000 درهم راه غادي يقدر يبدا، واللي عنده حتى قل، لحقاش الاكياس البلاستيكيه ما كيشدولكش واحد راس المال اللي كبير. وهذا المشروع راه مزيان وباقي فيه ما يندار، الحمد لله الانسان يحاول. وكما قلت لكم اخوتي انت حواس اللي عنده لا موطو، انت حواس ضل طالع وهاود،
اللهم تستافد وتمشي تخدم على راسك. المهم اخوتي، تحياتي لكم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. الى عجبكم المحتوى ديال القناة ما تنساوش تشتركوا فيها وتضغطوا لنا على لايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تبقوا على خير اخوتي، ومع السلامة.